اخترتوا أحسن الوزراء في كل الوزارات، ناس هيظبطوا البلد وهيخلوها منجا إن شاء الله. هتلاحظوا التغيرات وهتلاحظوا إن هؤلاء الناس هم رجال أعمال نجحوا في مشاريعهم الخاصة، وطبعا نجاحهم ده هو خير دليل على إنهم هيقدروا يمسكوا الوزارة بشكل كويس. أنا اخترت وزراء عندهم ضمير وروحهم حلوة ونفسيتهم كويسة وناس طيبين ومعاهم فلوس، ممكن يظرفونا قرشين نسد العجز الموجود. مواجهة البطالة تأتي بعد تشجيع المستثمرين. لازم نشجع الاستثمار، يعني تذليل العقبات أمام المستثمر، إعفائه من الضرائب عشان يغتني وتضرب معاه أكتر. مفيش رد غير إن أنا أعمل كده. الراجل ده عايز يقول إن سبب الكارثة وزارة التربية والتعليم. إزاي؟ المدارس نفسها ما فيهاش حمامات سباحة. العيال اللي هيتعلموا العوم إزاي؟ على الناشف؟ يتم دراسة اقتراح السيد وزير التربية والتعليم بإدخال مادة السباحة على الناشف كمادة أساسية في التعليم الثانوي. ندخل نشوف أخبار النت إيه. حديدة _ @سيخ .com. حتى العيال بتوع الفيسبوك مش عاتقيني، بس برضه لازم اراضيهم. الو، اديني بيومي. ايوه بيومي. بقول لك يا بيومي، سعر الحديد بقى كام دلوقتي؟ 9000 جنيه؟ لا 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 لا، العيال بتوع الفيسبوك زعلانين جدا على السعر ده. نزلوا شويه، نزلوا خالص، نزلوا على الاخر. نزل 3 جنيه ونص في الطن. وانا بقولها، اللي مش هيقدر يبني بيته خلال 12 ساعة هيبقى شاب مايص على رأي الأخ ما قال. واللي ما يلحقش يبني في خلال المدة دي والله هنا ذنبه على جنب. هنضطر نسحب منه طن الحديد سيخ، وصاحب الهدية ترجع له هديته. ومين صاحب الهدية؟ مين؟ أنا. هيرجع لي الطن كاملا سيخ، حتى بالسيخ الزيادة. صح. ادي لزميلك. شد نص السيخ كده وشد النص التاني كده. حديد وبعيد. حكاية تانية خالص. الاهتمام والإعداد. الإعداد الجيد يخلق عمل جيد. والاهتمام بكل الأشياء. بالطوب طوبة، وبالخرسانة خرسانة، وبالخوازيق خازوق. عايزكم من خلال هذا الاجتماع توصية إلى السادة الوزراء بالأداء في وزاراتهم لاستحسان هذه الزيارة من وجهة نظر الرئيس الأمريكي أوباما. وممكن الوزير اللي هيأدي بشكل كويس في هذه الزيارة ممكن الرئيس الأمريكي ياخدوا معاه أمريكا، وخصوصا
انه بيكون حكومته الجديده. والله هو ده ممكن فعلا يحصل يا فندم؟ طبعا احنا في عصر الاحتراف، يعني تخيل الوزير ممكن ياخد كام لو بقى وزير في امريكا؟ ياخد مبلغ عظيم جدا. يعني انا شخصيا ممكن مثلا مش اقل من كاكا، انا ما اخدش اقل من كاكا. كاكا 80 مليون يورو. طب انا ولا كاكا؟ يعني ممكن يعني يا فندم يطلب من معاليك تمسك الوزارة في أمريكا؟ ده يبقى من حظ المواطن الامريكي، وخصوصا محدود الدخل. بعدين يا فندم تكاليف زيارة أوباما هتعدي الملايين، سيادتك هتجيبهم منين؟ لا ده انت كده بتهرج. شغال معايا السنين دي كلها ولسه ما عرفتش انا بفكر ازاي. يعني سيادتك مش ناوي تصرف المبلغ ده؟ لا طبعا. امال سيادتك هتتصرف ازاي؟ اقول لك يا سيدي، مش الناس بتحب اوباما اكيد. وفرحانين ان هو جاي يزور مصر؟ طبعا. خلاص يستضيفوه هم بقى. ازاي سيادتك؟ نعمل ضريبة ونسميها ضريبة اوباما. ايه مالك يا رؤوف؟ في حاجة بتوجعك؟ رمسيس يا دكتور، رمسيس. رمسيس بيوجعك؟ لا طبعا، رمسيس بتاع الميدان، تمثال رمسيس يعني. يا راجل تمثال رمسيس موجود في ميدانه ومنور الميدان هناك اهو. طبعا طبعا، ما هو محدش واخد باله، كل واحد عايش حياته، لكن انا اللي كل يوم بعدي عليه شفته الاول وهو وشه اصفر كركم، وبعدين ميته ابتدت تقل. لما ركزت اكتر لقيت ركبه يا دكتور، ركبه. مالها؟ ركبه بتتهز. يا دي كارثة بكل المقاييس. احنا لازم نشكل لجنة من خبرائنا المتخصصين للكشف على التمثال وعلى سلامة ركبه. خبرائنا ايه يا دكتور؟ خبرائنا ايه؟ ده انا كلمت خبراء من امريكا ومن المانيا ومن بلجيكا ومن فرنسا. ده غير الخبراء اللي انا مكلمهم يجوا من مارينا. دي مصلحه كبيره قوي. مصلحة كبيرة؟ مصلحة كبيرة لمين؟ لمصر طبعا. الدكتور وزير الصحة تفسير لبيع الكرشة والمحشي في المستشفيات العامة. أنا هقول لحضرتك على حاجة قدام كل الناس، لو حد ثبتني إن كان في كرشة على باب المستشفيات يجي يواجهني. في محشي. هات دواء الناس، هات. مفاجأة، هناكل ونتبسط. محشي، خد دوق. دواء اللي جنبك. الله. دوقي. ايه يا ريس اللي بيحصل ده بيوزع محشي على نواب الحكومة وسايب المعارضة. لا دي كوسة. دوقي دواء اللي جنبك. هات الحلة بقى يا استاذ، واحد برنجان يا راجل. بالهنا والشفا. في ورق عنب. والحقيقة حسبنا، العين صابتنا طبعا، والعين فلقت الحجر. احساس حضرتك الشخصي ايه لما الحريق حصل؟ للأسف أنا ما كنتش موجود، بس أنا لو موجود بكل قوة هجيب أي إزازة مية موجودة، إن شاء الله يكون إزازة مية معدنية، وهحاول أرش النار وأطفيها. هتقول لي طبعا الإزازة هتخلص، هقول لك سهل جدا، إن مدير مكتبي ممكن يجري بسرعة يملى الإزازة وأرش وأحاول إن أنا أطفي الحريقة. وهو ده شعور المواطن المصري اللي بيحب بلده.